حبايبي وفلذات كبدي متابعين HD آسيا في كل مكان، لايكاتكم وكومنتاتكم وتشجيعاتكم. وشوفوا معايا القمراية دي، هي كانت جاية تنتقم بس قلبها قال لها لا يا روحي ده حب. تفتكروا هتقدر تنتقم من عدوها ولا المشاعر هتلعب لعبتها وتخلي الحكاية تقلب رومانسية؟ مسلسل قمر وكله حب وضحك ودموع وكتير من يا قلبي. معاكم دودو من تيم HD آسيا ويلا بينا. بصوا يا فلذات كبدي، علشان ما نتوهش من بعض كده، دي حفلة صارفين عليها فلوس تأمن مستقبلنا كلنا، ولزوم الفشخرة يعني جايبين راقصة باليه اسمها يوري تقدم لهم رقصة البجعة السوداء، وده فالنتين مدير شركة أكتيف، والحفلة معمولة على شرف. بعد الرقصة بيقف يتفلسف قدام الضيوف وبيحكي لهم قصة اكتشاف البط الأسود، أقصد البجع الأسود، معلش كلهم طيور في الآخر. وبتقف يوري تسمع كلامه وهي بتقول يا منافق يا ابن حاجة كده بتهوها في كل حتة. وبتاخد المشروب بتاعه من الجرسون وبتطلع حباية من الخاتم بتاعها وبتدوبها فيه، وهي بتقول لنفسها إن ده الوقت اللي هيدفع فيه تمن تدمير عيلتها، لأنه من 10 سنين كده والدتها كانت بتشتغل مصممة في شركته ورمت نفسها من فوق موقع تابع للشركة قدامها. وبعدين فالنتين حبس أبوها بتهمة الاختلاس، والبنت مستقبلها اتدمر يا عيني. وبتقدم له المشروب، لكن بحركة غير متوقعة ابنه الغير شرعي أنتوني بيمسك إيديه، فبتاخد الكوباية وبترمي المشروب اللي فيها على فالنتين، لكنه أنتوني بيضحي بنفسه وبيقف قدام أبوه. وأما يوري بتاخد فستانها في سنانها وبتجري. وبعد كام يوم كده بنشوف يوري بتشتغل في محل سمك وبتروح توصل سمكتين لمركب، وما بتكونش متخيلة إن ده كمين من أنتوني اللي اتعمى ومحملها مسؤولية اللي حصل له، لكنها بتقوله أنت اللي حبيت تسرق الأضواء ورميت نفسك قدامي عشان تكسب رضا أبوك وعيلتك، وهما هيفضلوا مش طايقينك لأنك مجرد ابن غير شرعي. فبيقول لها وانتي بقى لما بعتك للحاجة والدتك هتقولي لها ايه؟ وبيطلع لعبة الطفولة بتاعتها وبيقول لها اسكوتي، مش أنا زرت أبوكي في السجن وأخدتها منه وقلت له يدعيلك اليومين دول عشان مش هيشوف وشك تاني، وبيرميها هي واللعبة في وسط النهر. وبعد الكلام ده بكام سنة بنشوفه بنفس غباوته ماسك مساعد أوليفر خطيب أخته وبيلعب بيه بلياردو علشان يعرفوا أوليفر سافر فين. وبتكون مارتينا أخته قاعدة في الخطوبة شكلها وحش وسط الناس، لأن لا أخوها ولا حتى خطيبها موجودين، والكل بينم عليها بصوت عالي. وبيبعت خطيبها ظرف لوالدها، فبيقف فالنتين جنبها وبيقول للضيوف أنا كنت هاخد بنتي وامشي، وأوليفر ده ما كانش هيشوف ضفارها تاني، بس هو طلع جنتلمان واعتذر عشان سافر لشغل مفاجئ. وكتعويض منه بعت هدية لخطيبته فيها تنازل عن كل ممتلكاته باسمها. وبتفرح مارتينا بعد ما وشها كشكش من التكشير. وأول ما أنتوني بيعرف إنه أوليفر سافر علشان يضم مصممة مشهورة للشركة بيسافر وراه وبيحضر المؤتمر اللي هيقابلها فيه. وهي أول ما بتشوفه بتتخض وبتفتكر لما رماها في النهر، وبتقع وهو بيمسكها طبعا، لكن ما بيتعرفش عليها لأنه ما بيشوفش، وبيعرفها بنفسه وبيقول لها إنه حاسس إن صوتها مألوف، فبتقوله اطمن دي تهيؤات مش أكتر. وبيعرفها إنه المدير التنفيذي لشركة ستايل وبيطلب منها تنضم ليها. وبيقطعوا أوليفر اللي كان زميل يوري زمان أصلا وعشمان إنها تنضم ليه هو علشان خاطر العشرة القديمة. وبالليل بتتصل يوري بأوليفر وبتقوله من غير لف ولا دوران أنا عايزاك تساعدني أكبر في شركة حماك علشان أنا في حساب بايت بيني وبين أنتوني وعايزة أخلص منه. ولما بيقول لها ما تستهونش بأنتوني علشان أعمى بتقوله ما تقلقش خطتي جاهزة على التنفيذ. ولما بتخرج من عنده بيمشي أنتوني وراها وبيشوف مجموعة أشخاص بيحاولوا يجبروها تسهر معاهم، فبيعترضهم وبيديهم علقة تمام، لكن واحد منهم بيقدر يسبب له إصابة في دراعه، فبتكسر اللمبة اللي منورة المكان وبتاخده وبتجري. وبتروح الفندق معاه وهي بتعالج جرحه، بيعرض عليها تنضم ليه، فبتقول له أسفة العرض اللي أوليفر قدمهولي مناسب ليا جدا. فبيقول لها لو انضمتي ليه 30% من أسهم أكتيف هتكون ليكي بعد ما أكون الرئيس التنفيذي. وبيقول لها إنه معجب بشجاعتها وبيتفقوا إنها من تاني يوم هتروح معاه. ولما بيمشي بتتصل بيها بيري أختها بالتبني وبتقول لها إنها دفعت الفلوس للبلطجية اللي أجرتهم. فبتقول لها يوري الحلو دخل المصيدة وفاكر نفسه الصياد، وبتكون كل حاجة حصلت في اليوم من تخطيطها. وبعد ما كانت مقررة تتخلص منه لأنه الوحيد اللي عارف شكلها، قررت تستغل عماه وتخليه سلم يوصلها لأبوه أسرع. وتاني يوم بترجع الصين، وأول حاجة بتعملها بتزور قبر والدتها، وبتزور قبرها هي كمان وبتحرق صورتها اللي عليه. وبيكون أنتوني مراقبها وبيعرف إنها يوري. يعني كل ده كان بيمثل إنه أعمى، ولا هو مش أعمى، ولا من البداية هو عمل نفسه أعمى؟ مش عارفة بصراحة مين بيضحك فيهم على التاني.
المهم يعني إن اللي أنقذ يوري من الغرق مركب كانت معدية بالصدفة، ولولاها ما كانتش هتكون عايشة دلوقتي. ووالدتها بالتبني طلعت لها هوية جديدة وسفرتها تدرس بره علشان ترجع تاخد انتقامها على رواقة كده. ودلوقتي يوري وهي خارجة بتقابل كانان حارس أنتوني القديم، وبتخاف يتعرف عليها لأنه كان معاهم في المركب. ولما بيوقفها أنتوني بيتدخل وبيقوله إنها خطيبته، فبيقوله كانان إن والده بعته يزور قبر والدته مع الورد ده، فبيرمي أنتوني الورد لأنه أكتر نوع والدته ما بتحبوش. فبيقوله كانان بما إنها خطيبتك لازم تحضر تجمع العيلة النهاردة، وبيمشي. فبيروح أنتوني يزور والدته وهي معاه، ولما بيسألها هي بتعمل إيه هنا بتقوله والله أنا سألت عشان أعرف إيه اللي خلاك اتعميت، عرفت إن السبب كان بنت وإنت خلصت عليها فجيت أزورها. وبالليل بيلبسوا الحتة اللي على الحبل وبيروحوا البيت، ولما أخته بتشوفه بتقوله إيه اللي جابك هنا يا أعمى؟ بيقول لها أنا أعمى وإنتي عارجة، يعني إخوات مثاليين. وبيقدم لها خطيبته وبيقول لها خدي بالك خطيبك ساب خطوبتكم وسافر لها. فبيقول لها أوليفر إنهم كانوا زمايل وإنه سافر لها عشان شغل، فبتتحمق له بقى وبتقول له أنت زي أمك بالظبط، مستعد تعمل أي حاجة عشان توصل للي أنت عايزه، بس مش هنولها لك. وهنا بيتدخل أبوها وبيقول لها بنت عيب احترمي أخوكي. ولما بتشوفه يوري بتفتكر القديم والجديد وبتكون عايزة تمسك في زمارة رقبته، بس بتفكر نفسها إن الانتقام منه هيحصل واحدة واحدة. وبتقول له ازيك يا عمي، فبيسلم عليها وبياخدها للعشاء. ومارتينا بتتقمص وبترفض تنزل تاكل. وفي وسط التجمع اللي محدش طايق فيه حد بيطلع أنتوني خواتم خطوبة وبيقدمها ليوري في عرض رومانسي على أساس بيحبوا بعض وكاتس. وبيقول لها فالنتين مش عارف أنا حاسس إني شفتك قبل كده ليه، فبتقول له يمكن عشان قدرنا نكون عيلة واحدة. ولما بيسألها إزاي اتعرفت على ابنه بتحكي له إن في واحد من الطلبة اللي قالت على تصميمهم وحش في المعرض حاول ينتقم منها وظهر أنتوني زي الفارس وأنقذها منه، وأول ما شفته قلت هو ده اللي هيدفيني بدبلته. وبعد العشاء بتروح تغسل إيديها وبيروح كنان وراها وبيقول لها على فكرة أنا عارف أنت مين من ساعة ما شفتك. فبتقول له وأنا عارفة إنك سكت عشان تشوفني هنتقم إزاي من أنتوني اللي طردك بعد ما اشتغلت معاه 10 سنين ودلوقتي سابك تشتغل مع الخدم. وبتفكره بحبيبته اللي خسرها لما اتطرد من الشركة، وبتقول له حط إيدك في إيدي وخلينا ننتقم منهم انتقام معتبر. فبيقول لها أنا مش هكشفك بس خدي بالك أنتوني أعمى بعينه بس قلبه لأ. وبيسمعوا حركة بره فبتخرج بسرعة وبتتأكد إن في حد كان موجود. ولما بيسألها أنتوني هي اتأخرت ليه بتقوله معلش أصلي تهت في قصركم الكبير. ووالده بيطلب من مساعده يراقب أنتوني ويدور ورا خطيبته ويعرف كل حاجة عنها. وتاني يوم بيروح أوليفر وخطيبته علشان يختاروا فستان الفرح، وبيقابل يوري في المحل وبتعرفه إن موافقتها على الخطوبة هيخليها تقرب من العيلة أكتر وهتمسك مشروع المعارض وقتها تخلص من أنتوني خالص وهتفضل أبوه بقى. وبترن خطيبته عليه فبيروح يشوفها وبتغير يوري الفستان اللي لابساه. ولما بتيجي تخرج بتتفاجئ بأنتوني واقف في طريقها وما بتكونش عارفة تمشي منه لحد ما بيجي أوليفر يسأله هو بيعمل إيه هنا، فبيقول له بختار فستان لخطيبتي. وبيطلع تليفونه ويتصل بيها عشان يعرف المقاس، فبتعمل يوري التليفون سايلنت بسرعة بس هو بيتراجع ومش بيرن عليها وبيقول له أكيد مشغولة في الشركة. وبيمشي بعد ما نشف ريقها من الخوف. وأول حاجة بيعملها أول ما بيدخل الشركة بيروح لها المكتب وبيلاقيها عملت التصميم اللي طلبوا منها. ولما بيقول لها إنها لازم تعرضه على رئيس اللجنة بتقوله إن التصميم مش مهم بالنسبة له، وبتعرفه إنه هيكون حكم في بطولة مبارزة نسائية ولو عايز يلفت نظره لازم يدربها علشان تشترك فيها. فبياخدها وبيروح يلعب معاها، والمفاجأة إنه بيهزمها بسهولة قوي. ولما بترجع البيت سيري أختها بالتبني بتقول لها تلاقيها عمل فيكي كده علشان عارف إنك قابلتي أوليفر في محل الفساتين وكدبتي عليه. فبتقول لها تصدقي عندك حق أنا كنت شاكة إنه أعمى أصلا. ولما بيرجع أنتوني البيت بيطلع عدسات من عينه وبيقول لها صحيح دلوقتي شايفاني شرير بس في الوقت المناسب هتشكريني. ولما بتروح تتدرب معاه تاني بيقع منه قلم كنان وبيجيلها رسالة بتعرفه إن الشرطة لقت جثته في البحر. فبتقول أكيد أنتوني هو اللي خلص عليه وبتحلف إنها مش هتسيبه. ولما بيبدأوا المبارزة بيكسبها تاني وهي بتتجرح في رقبتها وبيغمى عليها. ولما بتصحى بتلاقي نفسها في بيته وهو واقف يطبخ لها كبدة بلدي وبيقول لها لازم تتغذى بدل ما انتي شبه خلة السنان كده. ولما بترفض تاكل بيطلع قلم كنان وبيقول لها اوعي تكوني فاكرة اني خلصت عليه ودي كبدته، دي شاريها من الجزار. وبيجبرها تاكلها. وبيرن الجرس فبتقول أكيد الشرطة جاية تقبض عالجاني، لكن بيطلع فريق تجميل بحاله جاي مخصوص علشان يغير في شكلها المصفر من الأنيميا ويخليها ملعلطة كده. ولما بيخلصوا بيقول لها تروح المسابقة كده وبيديها القلم وبيقول لها إنه بقى ليها. وبعد شهر من التدريب بتروح المسابقة وبتكون صعبة على مبتدئة زيها، إلا إنها بتقدر تلفت نظر المدير لدرجة إنه بيبعت لها ورد وبيقول لها إن مكتبه مفتوح لها في أي وقت. وبعد أسبوع بيروح أوليفر يجري في نفس المكان اللي بيجري فيه المدير
وبتسبقهم يوري هما الاتنين. ولما بيقول لها المدير إنه معجب بسرعتها بتقول له أنا أجي جنبك حاجة، وفي ولد سايق عجلة كان هيخبطه بتبعده عن الطريق وبتوقعه مكانه. وبيشاور لها أوليفر علشان تفهم إن دي خطته، وبتقول للمدير الحقني دراعي اتخلع. فبياخدها للدكتور بتاعه، وهناك بتلاحظ صورة بنت لابسة زي لبسها يوم المسابقة ونفس تسريحة الشعر كمان. وبتعرف من الدكتور إنها البنت الوحيدة للمدير، وإنه كان بيحبها لدرجة إنه عمل نادي المبارزة علشانها. ولما بتستغرب هي ما شافتهاش ليه، بيعرفها إنها أنهت حياتها وبيديها علاج ليها وشنطة توصلها لعربية المدير. ولما بياخدها السواق منها بيتأكد إن فيها فلوس، وبيشاور لمديره من بعيد بيكون أنتوني بيراقب الدنيا. وأما يوري بتعتذر للمدير وبتعرفه إنها ما كانتش تعرف إنه كان عنده بنت وما حاولتش تستغل الشبه اللي بينهم، وعلى عكس المتوقع بيشكرها وبيقول لها أنتي حسستيني طول الأسبوع إن بنتي رجعت لي. وبيطلب منها تروح معاه للصيد بالليل لأن دي كانت آخر أمنية ليها. وبيوصلها شقتها وبيكون أنتوني مستنيها، وبيحذرها ما تلعبش من وراه علشان ما يدفعهاش التمن غالي. ولما بتروح تقابل المدير بتعتذر له إنها مش هتقدر تاكل سمك معاه لأن عندها حساسية منه، لكن بتشرب معاه. فبيضحك وبيقول لها إن بنته هي كمان مش بتحبه، وكمان ما كانتش بتحب المبارزة، وهو اللي كان بيجبرها تتدرب من وهي صغيرة. وبتحس يوري بدوار، فبيقول لها قبل ما يغمى عليكي خليني أحكي لك حكايتها. وبيعرفها إنه اتبناها من دار الأيتام وكان بيحبها، وكل حاجة ملكه كانت ليها بشرط إنها ما تبعدش عنه، لكنها حبت كنان وكانت مستعدة تتخلى عن أبوها علشانه. وبيقول لها إنه بيكره فالنتين لأنه شغاله في بيته، وإن أنتوني حقير عشان حاول يستغل حبه لبنته، وبيحاول يعتدي عليها ويقول لها كده كده مش هتعرفي تهربي مني فاستسلمي. لكنها بتطلع القلم من الشنطة وبتطعنه بيه وبتنط في النهر. وبسبب المخدر مش بتكون عارفة تعوم، لكن أنتوني بيكشف نفسه علشان خاطرها وبينزل ينقذها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في بيته تاني وهو قاعد مستنيها مع صندوق الموسيقى بتاعها، وبيقول ما كنتش أتخيل إنك تطلعي عايشة بعد 5 سنين. فبتقول له ولا أنا كنت أتخيل إنك بتشوف. وبتسأله يا ترى تعاونت معايا وإنت عارف أنا مين علشان تنتقم من أبوك اللي ركنك زي الجزمة القديمة حتى بعد ما اتعاميت علشانه. فبيقول لها أنت عندك حق، بس أنت عارفة أبويا لو شم خبر أنت مين هيعمل فيكي إيه. فبتاخد اللعبة ترميها وتقوله هو أنا ما قلتلكش مش أنا ما عنديش نقطة ضعف وما بخافش من حاجة. وبتفضل في حيرة ليه أنتوني كشف نفسه ودخل المدير للسجن مع إنه كان ممكن يستغله ويجبره يديله المشروع. وبتطلب من أختها تدور على سواق المدير لأنها عايزة تعرف مين اللي طلب منه يصور المدير معاها. وبتبعت نظارة أنتوني اللي اتكسرت لأوليفر علشان تعرفه إنه عدوه رجع يشوف. فبيستغل ده، ووقت العشاء بيقول لفالنتين إن ابنه اتعالج، وبتقول لأخته طالما خفيت ليه لسه عايش في دور الأعمى علشان تحسس أبوك بالذنب وتورث الشركة على الجاهز. وبتشمت فيه لأن أبوها بيكره الخداع واستحالة يخليه يورث الشركة بعده. فبتدخل يوري وبتقول لها إنه فضل أعمى 5 سنين وإنه يخف ويرجع لحياته الطبيعية مش سهل عليه، وحتى لو عايز يورث الشركة ده حقه، كفاية إنه فضح تزوير المدير ودخله السجن، لأنه لو كان فضل في منصبه استحالة كان يديهم أي مشروع لأنه بيكره عائلتهم أصلا. فبيقول فالنتين إنه هيسامحه المرة دي بس، وبيقول لأوليفر إنه كان لازم هو اللي يكشف المدير. فبتقول له يوري طالما أنتوني اللي كشفه لازم تكافئه، لكنه بيقول لها إن المكافأة هي اللي تستحقها. وبيقدم لها آخر تصميم لوالدتها، ولما بتشوف توقيع والدتها عليه بتتوتر. فبيمسك أنتوني إيديها وبيهديها، وبيوجه فالنتين كلامه ليهم وبيعرفهم إن اللي هيقدر ياخد صفقة مركز المعارض هيكون الوريث وهيمسك مشروع التصميم اللي مع يوري. وبعد العشاء أنتوني بيقول لها إنها ساعدته، بس بيحذرها إنها لو خدعته مش هيتردد لحظة واحدة في إنه يكشف هي مين. وبيقول لها إنها هتنقل فيلته من بكرة عشان ما تغيبش عن عينه. وتاني يوم بتروح تجري وبتقابل أوليفر وبتعرفه إنه مدير المشروع الجديد شخص كويس وملوش في اللف والدوران، وإن الخطة المثالية هتكون إنه يعمل صفقة كويسة بسعر كويس يضرب بيها أسعار أنتوني. وبيصورهم دونج مساعد أنتوني وهم مع بعض، وبيروح يوريله الصور وبيقول له يا عم ما تعرفها الحقيقة بدل ما هي ماشية تتفق ضدك مع كل الناس. فبيقول له الصبر حلو لسه ما جاش الوقت المناسب. وبيبص لصندوق الموسيقى بتاعها اللي صلحه وبيفتكر أول مرة قابلها وهي صغيرة، وطبعا لازم تطلع حب الطفولة عشان الصين دي كلها قطين وصالة والناس كلها تعرف بعضها. وبتروح يوري الفيلا وبياخد منها دونج اللابتوب والتليفون علشان أوامر أنتوني بيه، وبيعرفها إنه مستنيها في أوضة التمرين. ولما بتروح له بتفكره إن المناقصة مش باقي عليها غير أسبوعين ولازم يكون معاها اللاب علشان تشتغل على التصاميم، لكنه بيقول لها مش مطلوب منك غير إنك تكوني خطيبتي المطيعة.
والباقي سيبيه عليا أنا. فبتروح للجناح بتاعها، وكل ما تحاول تخرج تلاقي دونج لازق لها قدام الباب، فبتفضل تطلب أكل كتير وبيكون جواه أجهزة تنصت صغيرة جدا، وبتركبها في البيت كله من غير ما حد يلاحظ حاجة. وبتكون أختها بتراقب اللي بيحصل بدلها، وبتعرفها إنها لازم تاخد نسخة من التصاميم والأسعار اللي حضرها أنتوني وتوصلها لأوليفر. وبتعرفها إن أنتوني دخل الحمام، فبتتسحب لمكتبه وبتشوف جزء من الأسعار لكنه بيخرج من الحمام بسرعة، فبتستخبى. ولما بيرجع للمكتب بتمثل إنها بتفاجئه لأنها نسيت السماعة وخايفة يشوفها، وبتقوله إنها جاية تطمن على الشغل. فبيقولها اطمني خلصت كله. ولحسن الحظ بتعرف تاخدها، لكنه بيحجب إشارة كل الكاميرات، وده معناه إنه عارف هي عملت إيه، وكانت خطته إنه يمثل عليها ويسيبها تعمل خطتها، بس هو عارف خطتها وخطته كانت إنها تنفذ خطتها. فهمتوا حاجة؟ إن شاء الله فهمت. وتاني يوم بتحاول تخرج علشان توصل الأسعار لأوليفر، لكن مش بيديها فرصة، فبتفكر تحرق نفسها بالأكل السخن عشان تخرج تروح المستشفى. وبتكون مترددة، بس هتعمل إيه؟ ما باليد حيلة. وبتوقع الطاسة على نفسها، بس هو بيجي يشدها وبتتكب عليه هو. وبصراحة أنا مش فارق معايا غير اللحمة أم 500 جنيه جوسي اللوسي اللي وقعت على الأرض دي. وبعد ما سلخت دراعه بيصعب عليها وبتاخده المستشفى، وبيقول لها الدكتور ما تقلقيش، دي مجرد حروق بسيطة، غذيه كويس بس وأسبوعين وهيبقى زي الحصان. ولما بتسأله هو عامل كده ليه، بيقول لها ما يصحش أسيب مراتي المستقبلية محروقة، وبيطلب منها تروح تدفع حساب المستشفى. ولما بتخرج بيكون أوليفر مستنيها وبتتردد تديله الأسعار في البداية، بس بتشوف بنت صغيرة بتنادي على مامتها وبتفكرها بنفسها، وبتديله الورقة وبيكون في حد بيصورهم سوا. ولصالح مين؟ أكيد لصالح أم 44 خطيبته اللي بتروح له الشركة عشان تنكد عليه عيشته. بس هو بيطلع دستة صور من الشنطة وبيقعد يفكرها بكل مرة شكت فيه وطلعت غلطانة. ومش بس بيقلب الترابيزة عليها، ده بيخليها تعتذر له كمان وبتترجاه ما يسيبهاش. أما بيري بتروح لأختها على أساس إنها الجنايني، وبتعرف أختها إن مساعد المدير مستخبي في عيادة قديمة. ولما أنتوني بيروح المناقصة بتمثل إنها هتطبخ وبتعمل دخان كتير، وبتخلي جرس الإنذار يشتغل علشان تشتغل دونج وتعرف تخرج. وبتروح العيادة وبتستنى لحد ما مساعد المدير يرجع، وأول ما بيدخل بيخلع الماسك وبيغسل وشه، ولما بينشفه بتطلع له يوري، وأول ما بيحاول يهجم عليها ما بيقدرش يقف على رجليه، فبتضحك وبتقوله إن الفوطة كان عليها مخدر. ولما بيفقد وعيه بتربطه وبتفوقه علشان يقول لها مين زقه عليها، فبيقول لها إن أوليفر هو اللي عمل كده لأنه كان عارف إن المدير بيكره فالنتين واستحالة يديله الصفقة، لكن هو وعده ب10% من أسهم الشركة وانتي هدية فوقيهم، بس لأنه ندل بطبعه ما كانش هيديله حتى 10%، وطلب منه يصور الفيديو وهو بيعتدي عليها علشان يبتزوا بيه. ولما راح يسلموا الفيديو في حد هاجمه وسرقه منه، وبيقدر يقطع الحبل، وأول ما بيهجم عليها كنان بيدخل يبعده عنها، فبتقوله بما إنك لسه عايش فأكيد أنتوني معاك. هو بيدخل بنفسه يقول لها إنها معاها حق، وبيقول لها إن بفضل خطتك الغبية أنا كسبت الصفقة. وبيفضل يخنق في المساعد لحد ما بتقوله يسيبه وما يستاهلش تودي نفسك في داهية علشانه، وبتطلع القلم بتاع كنان وبترجعه له لأنه كان هدية حبيبته ليه. وبيكون كنان أخيراً ارتاح بعد ما أخد حق حبيبته من الشخص اللي حرمهم من إنهم يكونوا سوا، وبيحذره من أوليفر وبيقوله إنه ما شافش شخص حقود واستغلالي قده، وبينصحه لو بيحب يوري يقول لها قبل ما يندم زيه. وبيسلم نفسه للشرطة لأنه زي في موته وده مخالف للقانون. وبيوعده أنتوني إنه هيشوف له محامي كويس، بس هو زهد الدنيا كلها ومش فارق معاه جوه السجن من بره. وبتقول يوري إنهم ممكن يسجنوا أوليفر بالفيديو بشهادة المساعد ضده، لكنه بيحرق الفلاشة اللي عليه الفيديو وبيقول لها إنه استحالة شهر بسمعتها. فبتقول له يبقى بلاش نلف وندور على بعض، أنا عارفة إنك لو كنت عايز تخلص عليا من 5 سنين ما كنتش هترميني في مكان مليان صيادين، وبما إنك عايز تستغلني وأنا عايز أستغلك وهدفنا إحنا الاتنين أبوك مفيش داعي نكدب على بعض تاني. وأما أوليفر أبو وشين بيكون حالته منيلة بنيلة بعد ما خسر المناقصة، وبيمثل على خطيبته إنه عايز ينهي حياته لأنه مش هيقبل يتقال عليه جوز الست، فبتقوله أنت في عيني أحسن واحد في الدنيا وأنا هتصرف ما تقلقش. فبيفضل يقول لها إنه خايف تسيبه بعد ما فشل، فبتوعده إنها مش هتتخلى عنه. وبصراحة هي حربوقة بس ما تستاهلش واحد بيمثل عليها الحب عشان يستغلها يعني. وبفضلها بتتلغي نتيجة المناقصة خالص وهتتعيد مرة تانية بعد أسبوع. ولما يوري بتعرف بتقول إن دي حركات أوليفر، وبتطلب من أنتوني يمثله إنها لسه بتشتغل في صالحه علشان تعرف نواياه. وبالليل بتشوف الخدامة داخلة مكتبه وبتصور التصاميم، وقبل ما تعمل رد فعل أنتوني بيسكتها، هو بيتكلم بصوت عالي وبيتخانق معاها وبيقول لها أكيد أنتي اللي بعتيني لأوليفر الأسعار علشان يظبطوا التمثيلية كويس، وهي بتقتنع وبتساعدها تهرب. وتاني يوم بتعرف أوليفر إنها اتبهدلت علشان خاطره، وبتروح له يوري وبتديله بالقلم وبتقوله بقى بعد ما خاطرت بروحي بتخسر المناقصة يا فاشل، ده عبد الغفور البرعي لو كان مكانك كان خلصها في ثانيتين. وبتقوله إن أنتوني خلاص شاكك فيها، فبيقول لها وانتي عايزة منه إيه؟ أنا وانتي زي بعض،
تعاونك معايا هيوصلك لأعلى منصب تتخيليه. وبيطلع عطر جنزبيل وبيقول لها تحطه في أكله يوم عيد ميلاده. وبتلاحظ صورة ليه مع خطيبته وهي واقفة، فبتشك إن هو اللي تسبب في شلالها أصلا، لأنه ممكن يعمل أي حاجة علشان يحقق هدفه. وبتكون الخدامة قلقانة لأنها لسه مرجعتش، ولما بيحاول أنتوني يطلع أوضتها بتحاول تعطله، بس هو بيصر، فبتروح وراه وروحها طلعت من مكانها بسبب الخوف. وأول ما بتشوفها في الأوضة روحها بتترد تاني. وبيكمل أنتوني التمثيلية وبيزعق عشان فكت إيديها، فبتقوله إنها هتعوضه وهتشتغل على التصاميم معاه. وبيفضلوا شغالين طول الأسبوع بكل طاقتهم حرفيا. وقبل المنافسة بيوم بيكون عيد ميلاد أنتوني، وبتطبخ يوري بنفسها عشان تخلي الخدامة تشوفها وهي بتحط الجنزبيل في الأكل. وبتاخده وبتروح لأنتوني اللي بيمثل إنه اتحسس، وبيدخل المستشفى عشان الخدامة بتصورهم. ولما أوليفر بيشوف الفيديوهات بيكون مبسوط لأنه خلص من أنتوني، وفي نفس الوقت اتأكد من إخلاص يوري ليه. وتاني يوم بتكون كل حاجة زي ما هو حاسب بالظبط، لحد ما بيدخل أنتوني يعرض العرض بتاعه، ووشه بيجيب ألوان الطفل السبعة. وبيفوز أنتوني بالمناقصة بمجهوده للمرة التانية، وحتى أبوه بيعجب بالتصميم بتاعه. وبيروح أوليفر يستفزه وبيقوله الظاهر إن يوري عجبتك بجد، فبيحذره إنه لو لمسها هيوديه في داهية، وبيديله على دماغه. وبياخدها وبيروحوا البيت وبتحضر له يوري الأكلة اللي والدته كانت بتعملها له، فبياكلها وهو ممتن ليها، وهي بتفضل تشرب لحد ما بتسكر، وبتفضل تشتم في أبوه وهو ساكت علشان يستاهل وهي صعبانة عليه. وبيكون متأكد إن خبطة أوليفر الجاية هتكون قوية، وبيحاول يستعد ليها. وأوليفر بيعزم حماه على صيد السمك، وبيقول له فاكر السنارة اللي اشتريتها هدية لأبويا؟ ملحقش يستخدمها غير مرة واحدة قبل ما يدخل السجن. فبيفتكر فالنتين ازاي ضغط على أبوه يدخل السجن ويتحمل نتيجة فشله لمشروعهم هما الاتنين، ووعدوا إنه هيهتم بابنه بعد ما يتخرج. لكن أوليفر بيطلع مخالبه وبيقول له أنا مش زي أبويا، وبيطلع تسجيل يوديه في داهية وبيقول له كان معايا من زمان بس شلته احتياطي للحظة دي. وبيرميه قدامه وبيقول له أنا ما كنتش ناوي أطلعه بس ابنك السبب، ودي نسخة واحدة منه لكن معايا زيه كتير. وبتصحى يوري بتلاقي الدنيا مقلوبة، وأوليفر هو اللي أخد المشروع وكمان هيتعين مدير تنفيذي. فبتقول كل ده علشان نمت ساعتين. وبيروح أنتوني الشركة وبيقابل أبوه وبيقول له حركة متوقعة منك يا حاج، والله يا ترى أوليفر ماسك عليك إيه؟ بيتجاهل أبوه كلامه وبيعرفه إن أنتوني هيكون مدير تنفيذي للشركة من الأسبوع الجاي. ولما بتروح يوري الشركة بيقابلها أبو وشين وبياخدها مكتبه، وبتقوله انت عامل زي الصرصار كل ما نضربه بالشبشب يقوم تاني. فبيحاول يقرب منها وبيقول لها انها هتدفع تمن خيانتها ليه، لكن أنتوني بيبعده عنها وبيضربه، وبيقع في فخه لأن أوليفر اتعمد يستفزه عشان يسجنه لحد ما يتعين رسمي. وبتقدر يوري وأختها يوصلوا للتسجيل اللي رماه في البحيرة، بس بيسمعوه مرة واحدة وبيبوظ بسبب المية. فبتقول إنها لازم تتصرف، وبتدور على الشخص اللي وقع مارتينا وتسبب في فشلها علشان تستغله ضده وتاخد منه التسجيل. وبتقدر توصل لأخته اللي بتكون بتشتغل في محل الفساتين، وأكيد دي مش صدفة. وبتروح لها مارتينا هي كمان، وبيكون معاها صور لتحويلات بنكية من حساب أوليفر ليها، وشك إنه بيخونها معاها، وبتهنها قدام كل الموجودين وبتكون هتقص شعرها. لكن يوري بتصورها وبتاخد المقص منها، وبتهددها إنها لو أذتها هتسلم الفيديو للشرطة وتخليها تحصل أخوها. وبيكون اللي حصل فرصة وجات لها من السما، لأنها اتأكدت إن أوليفر بيبعت الفلوس علشان المجرم البديل ليه يفضل مختفي. وبتروح تقابل أوليفر لوحدها وبتهدده إنه لو ما ادهاش التسجيل هتسجنه، لكنه بيفتكر إنها ما وصلتش لحاجة، وبتخدعه وبيقول لها انتي وكل حاجة أنتوني يملكها هاخدها. ولما بترفض بيهددها، لكن المجرم بيخرج وبيقوله إنه لو أذاها هيشهد ضده. وبيجي أنتوني والمساعد بتاعه كمان وبيعرفوه إنهم بلغوا الشرطة خلاص. ولما بيهددهم إنه هينشر التسجيل، أنتوني بيقوله إنه مش فارق معاه أبوه يتسجن. وبتطلع مارتينا اللي بتكون موجودة من الأول هي كمان، بس البعيدة ما بتفهمش، وبتقرب منه وبتقول له خدني رهينة عشان تخرج من هنا. فبيقول لها يا شيخة انت ليكي لازمة أصلا، وبيرميها وبياخد يوري مكانها، وبيروح لمكان تاني وبيقفل على نفسه معاها وبيربطها في كرسي وبيحاول يطالب حد يهربه. لكن في حد غيرهم بيكون موجود ومالي المكان بنزين وبيرمي ولعته عليه، وبتنتشر النار في كل مكان. وفي آخر لحظة بيقدر أنتوني يكسر الباب وبيدخل علشان يطلع يوري، بس بيفقد وعيه جنبها بسبب الدخان. وبيفضل يحلم بمامته اللي ماتت بسبب المرض وما قدرتش تنقذ نفسها بسبب قلة الفلوس، ولأن محدش داري بيه في الدنيا راح يغرق نفسه في النهر. وفي الوقت ده يوري نادت عليه علشان يدور معاها على صندوق الموسيقى بتاعها اللي وقع، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى،
ولما بيلاقيها جنبه بيطمن، بس أول ما بتصحى بيمثل إنه لسه نايم مستني يشوف قلقها عليه بقى مصدق. بس أختها بتنادي عليها عشان تديها أكل حضرته لها بما إنهم في المستشفى من 5 أيام، وبيسمعها وهي بترفض تروح ترتاح في أوضتها قبل ما يفوق بعد ما أنقذ حياتها، وأقل حاجة تفضل جنبه لحد ما يتحسن. وبيخرج دونج بتاعه من الحمام وبيشاور له عشان يسكت، بس يوري سمعته وهو مثل إنه نايم تاني، فبتاخدها أختها لأوضتها، لكنها بترجع تاني بعد ما بتتحسن. ولما بتحاول تنظف مكان الإصابات بتلاحظ إنه بيحرك إيده، فبتنادي عليه وبتقول يا سلام سيبني قلقانة عليك كل ده. فبيقول لها أبدا أنا لسه فايق دلوقتي. وبيكون اللي تسبب في الحريق هو أبوه علشان يخلص من تهديدات أوليفر ليه، وكمان شاكك في يوري وبيبدأ يدور وراها. ولما بيخرج أنتوني من المستشفى بيعرف إن أبوه عامل حفلة على شرفه، وهو ما راحش زاره في المستشفى حتى، بس بيجهز علشان يروح. واما مارتينا بتروح تزور خطيبها بعد كل ده ولسه باقي عليه. يا جماعه انا سحبت تعاطفي معاها، تستاهل هي كل اللي يحصل لها. وهو بيكون في غيبوبه ومراقب من الشرطه وما بتعرفش تدخله، بس بتفضل تقنع نفسها انه ما خدعهاش وانه عمل كل ده علشان مستقبلهم. وبيروح انتوني الحفله وبيعلن انه هينفذ تصميم والدة يوري، وبيكون والده رافض لكنه بيصر وبيقول انه هيتحمل كل المسؤوليه، وبتشكره يوري لأن ده كان حلمها. وبيروح فالنتين يديها مشروب وبيقول لها إن الشخص اللي حضره موجود في الحفلة، وبيشاور عليها. ولما بتشوفها يوري بتتوتر لأنها كانت مديرتها زمان، وهو جايبها علشان يتأكد شكه في محله ولا لأ، بس الحمد لله هي بتتجاهلها خالص. وبيشوف ضيفة مهمة اسمها ريوان والدة يوري بالتبني، فبيروح لها ويسيبهم. ورجوعها في الوقت ده أنقذ يوري من الورطة الكبيرة. وبتمشي الحفلة كويس لحد ما بتيجي مارتينا وبتعرض فيديوهات لجيران والدة أنتوني، وهم بيتهموها بإنها ست مش كويسة وقربت من فالنتينا علشان فلوسه. ولما رفض يعترف بابنه رفعت عليه قضية اغتصاب، فبتفصل يوري الكهرباء علشان يعرف يخرج. وبتروح له ريوان وبتقوله إنها مش هتسمح له يكون ليه علاقة ببنتها، وبتطلب منه ما يشتتهاش. ولما بترجع مارتينا البيت والدها بيقول لها إنها غبية وإن خطيبها حولها اللعبة في إيده، وبيديها محادثات تثبت إنها بالنسبة له مجرد وسيلة عشان يوصل لثروته. بس هي بترفض تصدق أي حاجة غير إنه بيحبها، لدرجة إنها بتروح تشتري فستان الفرح وبتلبسه وبتطلع بيه فوق المبنى، وبتقرر تنهي حياتها بعد ما أكتر شخص وثقت فيه خدعها. بس يوري بتروح لها بعد ما الموظفة اتصلت بيها وبتقول لها إنها ملهاش ذنب وإن هو اللي يستاهل العقاب مش هي، وبتمسكها وكأنها هترميها. ولما مارتينا بتخاف بتقول لها شفتي إزاي الحياة غالية، وبتديها شمسية علشان المطر، وبتقول لها محدش هيساعدك غير نفسك. وبتعرف إن أنتوني بيزور قبر والدته، فبتروح له وهو بيفكرها إنهم لازم يركزوا على هدفهم عشان انتقامهم من فالنتين هو اللي هيجيب حق أهلهم وبس. وبيفوق أوليفر، ولما بتروح له يوري المستشفى بتتفاجئ بأبوها هناك في وضع سيء جدا، فبتروح له وبتحاول تهديه، بس هو ما بيتعرفش عليها وبيهددها بمشرط. وأول ما أنتوني بيشوفه بيحاول يهديه بس ما بيعرفش، لحد ما بتيجي الشرطة تمسكه. وقبل ما يوري تنطق بيشاور لها علشان تعرف إن في حد تبع أبوه بيصور، فبتقول عليه مجنون. بس في وسط الأحداث دي أوليفر بيهرب ومحدش بيعرف يوصله، وفالنتين بيقلب الدنيا عليه علشان يخلص منه قبل ما حد غيره يعرف مكانه. وبيستغل أنتوني الوقت وبيجتهد لحد ما بيستلم المشروع بشكل رسمي، وبيعملوا مكتب مؤقت في الموقع، وكل هدفهم دلوقتي يلاقوا الشخص اللي ساعد فالنتين زمان وخلاه يسجن والدها. وبعد شغل كتير في الملفات القديمة بتلاحظ إن في توقيع لوالدها مزور على التصميم اللي كان فيه مشكلة، وبيحاولوا يلاقوا التصميم بس في شخص بيرش بنزين على المكتب وبيولع فيه وبيقفل عليهم الباب. وبتتصل يوري بالشرطة وبيحاول أنتوني يكسر الشباك بس بيقع من شدة الضغط وبيفقد وعيه، والنار بتحاصره وبتفضل يوري تبعدها عنه لحد ما بيفوق، وبيكون هيعترف لها إنها حب طفولته بس هي بتفقد وعيها بسبب الاختناق. فبيغرق الجاكيت بتاعه مية وبيغطيها بيه، وبيفضل يكسر في الباب لحد ما بيفتح. وبتتحرق كل الملفات وبتفوق يوري من الغيبوبة بعد أسبوع، وبيعترف لها أنتوني بحبه لأنه مش عارف هيكون في فرصة تانية لده ولا لأ، وبيتفقوا إنهم هيسافروا يوم مع بعض. وبعدها بيروح لوالده اللي بيديله صور أوليفر في الموقع وبيعرفوا إنه هو اللي سبب الحريق، وبيفقد وعيه فجأة فبياخده للمستشفى، وبيعرف إن عنده تمزق في الشريان الدماغي ولازم يرتاح في المستشفى. فبيطلب أنتوني من دونج يهتم بالمشروع ويعرفه لو في أي حاجة ممكن تفيدهم. وبيسافر مع يوري لأول مكان اتقابلوا فيه وبتحكي له إنها زارت المكان وهي صغيرة وشافت ولد نزل في البحر وكأنه بيغرق نفسه، فخبت لعبتها بين الصخور وندهت عليه عشان يدور عليها وشغلته عن اللي كان عايز يعمله. فبيقع في حبها للمرة الثالثة، وبيعملوا خيمة وبيفضلوا سهرانين يتفرجوا على النجوم، وبيرجعوا بقى علشان يشوفوا اللي وراهم.
وبتروح يوري تصالح روان وبتضحك عليها بكلمتين علشان توافق على علاقتها بأنتوني. وبيعرف أنتوني إن روان مهتمة بالمشروع بتاعهم، وحتى إنها كانت بتزور الموقع وعرفت إن المواد المستخدمة أقل من المطلوبة. وبيقطعهم رسالة من أوليفر فيها تسجيل صوتي بعته ليه هو ويوري، فالنتين بيتكلم فيه مع والده علشان يتخلصوا من والد يوري. ووقتها أنتوني سمع كل حاجة وطلب من والده يدفع فلوس عملية والدته ومصاريف المستشفى كلها علشان ما يقولش الكلام اللي سمعه لحد. ولما بتسمع روان التسجيل بتقول لها إن أنتوني عدو ليها وفي أي وقت ممكن يخونها، بس هي بتكون مش مقتنعة لأنه عرض نفسه للخطر أكتر من مرة علشانها. بس روان بتقول لها إنها مضطرة تضحي بيه علشان تنتقم، وبتديها الفواتير اللي بتثبت إن في تلاعب حصل في المواد المستخدمة وبيها تقدر توقع شركة والده، بس هو هيتضر لأنه المسؤول عن المشروع. بس هي بتقرر تتأكد الأول والده تعبان ولا بيمثل، وبتروح للمستشفى وبتشوف أنتوني هناك، وبتسمع والده بيقوله إنه أول مرة اتأكد إنه ابنه لما ساوموا على علاج والدته، وقتها اتأكد إنه من دمه فعلا. وبيسأله عن يوري فبيقوله إن شكه كان في محله من البداية. فبيضحك فالنتين وبيقوله أنت زي بالظبط، حتى البنت اللي بتحبها ممكن تباعها عشان مستقبلك. وبتمشي يوري بعد ما أملها خاف فيه، بس هو كان عارف من البداية إنها سامعة كل حاجة. وبتروح يوري تقدم الشكوى، بس فالنتين بيجيب مهندسين الجودة وبيقول إن دي محاولات فاشلة لتعطيلهم، وبيعلن إنه تنزل عن كل أسهمه لابنه وبكده بقى الرئيس التنفيذي. وبيشمت فالنتين في يوري وبيقول لها إنها زي والدها بالظبط، عاطفية زيادة عن اللزوم، وكمان مشكلة الجودة فخ منه علشان يكشف هويتها الحقيقية ويعرف ابنه يستاهل الشركة ولا لأ. أما انتي فشلتي تاني بعد 5 سنين. وبيكون فخور إن ابنه ندل زيه قوي، بس ما بيلحقش يفرح عشان أنتوني فضح كل مصايبه وتهربه المالي وبقى مطلوب القبض عليه، فبيلحق نفسه عشان يهرب من البلد. وحتى مارتينا مش بيهتم باللي هيحصل لها، وبيقول لها بعد ما استقر هبقى ابعتلك. وبيروح ألمانيا علشان يهرب، بس يوري بتفاجئه هناك وبتقول له أهلا يا عمي وحشتني والله، وعشان نشبع من بعض مفيش سفر. فبيقول لها طالما مش هسافر انتي مش هتعيشي. وبيكون هيخنقها، بس بيتصدم الصدمة التانية لما أنتوني بيمسك إيده وبيقول له حب أعرفك إننا مثلنا عليك إننا مصدقين مسرحيتك علشان كنا عاملين عليك مسرحية وسرحنا بيك، بس إحنا فاهمين من البداية كل حاجة، وحتى تزييف المرض كنا عارفينه لأنك مش طيب علشان تنقلي الشركة. أنت بس كنت عايز لعبة تبقى مكانك سواء أنا أو أوليفر، مش هيفرق لأنك سرقت كل فلوس الشركة واللي بعدك هو اللي هيشيل. بس ما كانش متوقع فالنتين إن ابنه يعمل كده، وبيتصدم بجد وبيتعب. بس يوري بتديله العلاج وبتقوله إنها مش هتسيبه يرتاح، لازم يتعاقب في الدنيا الأول. وبتوصل الإسعاف والشرطة ويقبضوا عليه، وبيودع أنتوني يوري وبتستغرب هو ليه بيودعها، وبتيجي الشرطة تقبض عليه هو كمان. فبيعرفها إنه علشان يكشف والده تعاون معاه في آخر عملية ليه، وده ذنب اللي عمله وهو صغير هيتعاقب على سكوته دلوقتي. وبيتمنى إنها تتبسط في حياتها الجديدة، وهي بتكون زعلانة عليه جدا وبتاخد الورد اللي والدها بيحبه وبتروح تزوره يمكن يتحسن. بس هو بيرفض ياخده وبيقول لها إنه عايز يزرعه بنفسه زي زمان، وبيقول لها على الخزنة اللي شايل فيها البذور المميزة بتاعته. بس لما بتروح للمكان اللي قالها عليه بتتفاجئ بجوابات كتيرة وبتعرفه إنه كان بيخون والدتها، وواضح إنهم كانوا بيحبوا بعض لدرجة إنها وشمت الوردة اللي بيحبها على رجليها. وفي آخر رسالة بتعرف إن والدتها توفت بسببهم، مش علشان رمت نفسها زي ما قالوا لها زمان، وبتحس إن ملهاش مكان تروحه. فبتروح شقة أنتوني وبتكتشف أوضة سرية فيها، وبتلاقيها كلها صور ليها في كل المناسبات المهمة وهي صغيرة، وبتعرف إنه الولد اللي أنقذته وإنه كان بيساعدها من بعيد طول الوقت. وبتتصل بدونج علشان يروح لها وبتسأله عن سبب وفاة والدة أنتوني، فبيعرفها إنها كانت مريضة سرطان في المرحلة الأخيرة، ولما ابنها أخد الفلوس من أبوه رفضت تقبل أي حاجة من مغتصب زيه. وعلشان فالنتين يرجع ابنه ليه استخدم علاقاته وأخر عنها العلاج الحكومي لحد ما توفت، فبتقرر تروح تزوره. ولما بيشوفها بيرجع تاني الزنزانة، فبتشغله صندوق الموسيقى بتاعها اللي كان محتفظ بيه في الأوضة، وبتقوله إنها كسرت الصندوق ده مرتين وهو اللي صلحه، وإن هو صلح حياتها كلها مش اللعبة بس. وبتعرفه إنها مسامحاه وهتخرجه من هنا، وعلشان تقدر تخرجه من السجن بتفضل تشتغل هي وأختها ودونج علشان يقدروا يرجعوا الفلوس. وبعد بحث طويل بيعرفوا إن فالنتين فتح شركة وهمية في سويسرا باسم أوليفر وحاطط فيها كل الفلوس، وبيدوروا على أوليفر بقى علشان يعرفوا الباسورد. بس لما بيوصلوا له هو بيكون عارف عن الشركة وناقصه الباسورد بس وكل الفلوس هتكون ليه، فبيهرب منهم وبيروح لمارتينا وبيقول لها إنه بيحبها وإنه لولا شر والدها ما كانش حصل أي حاجة وحشة بينهم، وبيقنعها إنهم يبدأوا حياتهم مع بعض من جديد. وبيسألها عن الباسورد اللي والدها بيستخدمه، فبتقوله إنه تاريخ عيد ميلادها، بس في واحدة بتكون بتتجسس عليهم من التليفون وبتعرف الباسورد،
وبتقول إن أوليفر ما بقاش ليه لازمة خلاص، وعندها نفس وشم الوردة وإحساسي بيقول إنها هتطلع يوري والله. وبتبعت مارتينا رسالة ليوري وبتعرفها إن أوليفر عندها، بس لحد ما بيوصلوا بيكون هرب، وكمان خبطته عربية. ولما بيروحوا له المستشفى بيقول لمارتينا ما تزعلش عليه لأنه كان بيخدعها طول الوقت، وهي بتزعل عليه بجد، بس بتعرف يوري إنها مش عايزة تكون زيه، وبتديها الباسورد الحقيقي علشان تخرج أخوها من السجن. ولما بتروح يوري البنك بتقابل واحدة مغطية وشها، وبتعرف إنها حاولت تسحب الفلوس قبلها بس الباسورد كان غلط، وبتشوف وشم الوردة على رجليها بس ما بتلحقش تشوف وشها. واسترجاعها الفلوس بيساعد أنتوني جدا، وهي بتفضل مشغولة عشان تعرف مين صاحبة الوشم، وبتطلب من أختها تساعدها. والآن مع المفاجأة الكبرى، صاحبة الوشم هي ريوان. مش أنا قلت لكم والله كنت حاسة عشان الشفايف الصغيرة والعين المسحوبة دول ما يجتمعوش في شخص ويطلع طيب أبدا. وهي بتفضل تهري في نفسها لأنها معرفتش تسحب الفلوس. وبيخرج أنتوني من السجن أخيرا وبيلاقي حبيبته مستنياه، وبيلاحظ إن موضوع الوشم ده شاغلها وبيقرر يساعدها فيه. وبتركز يوري على تعديل التصميم وبتكمله بشكل نهائي. وبيشك أنتوني في روان وبيكونوا معزومين عندها وبيحاول يشوف الوشم بس مش بيلاقيه. وهي بتحكي لهم إن هي وأهل يوري كانوا صحاب وطول الوقت مع بعض، بس هو بيفضل شاكك فيها وبيعرف يوري كمان. ولما بيمشوا روان بتقعد لوحدها وبتفتكر إزاي والد يوري تخلى عنها بعد ما حملت وتسبب في إنها أجهضت، وعلشان كده انتقمت منه وحرمته من عيلته وسجنته، وحتى تربيتها ليوري كانت انتقام. وأول ما بتبدأ يوري تنفذ المشروع بتتسبب في حادثة علشان تشوه سمعتها، ومن قدامها بتدعمها حتى في خسائر المشروع. وبتكون يوري مش مئزة منها بس بتصبر لحد ما تمسك أدلة عليها، وبيقدروا يكشفوا الشخص اللي ساعدها، وبيكون واحد من اللي بيشتغلوا مع أنتوني. ولما بيحاول يهرب أنتوني بيروح علشان يقبض عليه، بس هي بتكون موجودة وبتفجر المركب وبتصوره وبتمشي. وبتعزم يوري على الأكل وهي بتروح لها علشان ما تشكش فيها، وبعد ما بتأكلها بتعرفها إنه الغدا الأخير ليها لأنها سممتها. ولما بتحاول تطلب الإسعاف بتقول لها ما تحاوليش، معايا جهاز تشويش مش هتعرفي توصلي لحد، وهديتي التانية ليكي هي إن حبيب عمرك زمان الأسماك اتغدت بيه في المحيط دلوقتي. وبتوريها المركب وهو بينفجر، وبتقول لها وهي بتضحك إن هي اللي فجرته. ولما بتحاول تقوم من مكانها ما بتقدرش تقوم لأنها كمان حطت لها مخدر، وبتوديها مكان مهجور علشان تبعد عن نفسها أي شبهة. ولما يوري بتفوق بتقول لها إنه لولاها هي وأبوها كان زمان بنتها معاها، وبعد وفاتها كل حاجة هتبقى ملكها هي، وبتسيبها وبتمشي. وبتحاول يوري تقوم بس ما بتقدرش، فبتفضل تزحف لحد ما بتوصل لحجر صغير بتكتب بيه أول حرف من اسم روان جنبها، بس ما بتقدرش تكمله. وبعد ما بتفقد وعيها أنتوني بيروح لها وبيوديها المستشفى بسرعة، والحمد لله بتتعالج. ولما بتفوق ما بتكونش مصدقة نفسها إنه عايش، فبيطمنها إنه هرب في اللحظة الأخيرة، وإن الشرطة أصدرت أمر بالقبض على روان. وبعد كام يوم بتخرج من المستشفى وبياخدها أنتوني يزور قبر والدته، وبيوعدها قدامها إنه هيعيشها أحلى سنين عمرها بدل عمرهم اللي ضاع في الانتقام. وبيروحوا يزوروا والدها لكنهم مش بيلاقوه في دار الرعاية، وبيفضلوا يدوروا في كل الأماكن اللي ممكن يروحها بس بدون فايدة. وبتبعت ريوان رسالة ليها بتطلب منها تقابلها في موقع البناء. ولما بتروح لها بتقول لها انتي عارفة إن بسببك أبوكي اتخلى عني، وعشان انتقم منه ساعدت فالنتين عشان يسجنه مقابل إنه يديني 30% من الأسهم، بس بعد ما سجنه اداني 5 مليون بس. ولما بتسألها والدها فين بتقطع حبل جنبها، فبيظهر والدها متعلق ومربوط بأحبال كتير، فبتفضل تقطع فيهم لحد ما بتبعدها يوري، بس هي بتكون هتخلص عليها. ولما بتبعد يوري نفسها ريوان بتقع وبتمسك في الحيط وبتمسكها يوري قبل ما تقع، بس ريوان ما بتسكتش وبتقول لها انتي عارفة ان انا اللي رميت مامتك من هنا، وكان ممكن انقذها وهي فضلت تترجاني اساعدها عشان انتي لسه صغيرة ومحتاجة لها، بس انا ما ساعدتهاش. وبتقول لها تسيبها، بس يوري بتقول لها انها وعدت أنتوني انها هتعيش حياة كويسة ومش هتسمح لها تدمر حياتها وتحولها لمجرمة، وبتحاول تشدها بكل قوتها. وبيوصل أنتوني مع الشرطة وبينقذوها، وفي اللحظة اللي بتقبض الشرطة عليها بتندم لأنها كان معاها فرصة تعيش حياة سعيدة، بس هي اللي بصت على حياة صاحبتها وبوظتها لها. بس ندمها متأخر بعد فوات الأوان. وبيتقدم أنتوني لحبيبته أخيرا وبتوافق تتجوزه، وبيرتبط دونج وبيري وبيفتحوا كافيه مع بعض. ومارتينا الحمد لله بتتحسن بعد ما تخلصت من عقدة أوليفر، وبتعرف إن أخوها وخطيبته بيحبوها بجد وإنها عمرها ما كانت منبوذة ولا وحيدة. وكده خلص مسلسلنا. سلام.